رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. بقالنا شويه حلوين ما نزلناش فيديوهات. هقول لكم النهارده سبب غيابي ايه، وهقول لكم ايه سبب تاخيري. طبعا ما بيحشنيش عنكم غير التقيل القوي او الشديد القوي زي ما بيقولوا. انا عايزه اقول لكم انتوا وحشتوني جدا، وحشتني تعليقاتكم، وحشني كلامكم اللي زي العسل زيكم. ما تنسوش تكتبوا لي تعليق حلو زيكم كده تحت. ويلا بينا نبدا الفيديو. بس قبل ما نبدا ما تنسيش تحط اللايك الحلو بتاعك، وكمان ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا، وعشان عيلتنا الصغيره هتكبر بيكي باذن الله. اول حاجه عملتها كده خلصت الاوضه بتاعتي، والشقه كلها كانت نظيفه طبعا زي ما انتوا عارفين. بعدين دخلت على المطبخ، جبت 5 كوبايات دقيق، عليهم 3/4 مج كبير كده من اللبن، عليه ربع كوباية من السمنة او سمنة على زيت او زيت بس اي مادة دهنية متوفرة عندك، ومعلقة كبيرة سكر، ومعلقة صغيرة ملح. وكمان حطيت كيس واحد من الخميرة الفورية. وطبعا بزود لو احتجت. وحطيت 3 معالق من اللبن البودر. اللبن البودر اللي هو الاكياس ده، او لو عندك اللي هو اللي بيكون مغلف في الكيس الكبير ده استعمليه. انا عايزه اقولك هو بيبقى حلو قوي، بيدي طعم حلو قوي في العجينه، وبيديها غناوه كده، بيديها نكهه حلوه. وبعدين نزلت بقى عجن. عايزه العجينه بتاعتك تتظبط معاكي. بصي افتكري اي حاجه مضايقاكي، حطي غلك فيها كده، هاتي العجينه واقعدي عجني فيها حوالي ربع ساعه كده لحد ما تكون بالشكل اللي انت شايفاه ده، تكون ناعم. بعدين رشيت رشه زيت، وبعدين حطيت كيس بلاستيك كده، وحطيت فوقهم صينيه وركنتهم على جنب هناك اهم. طبعا احنا في الحر فالعجينه بتخمر بسرعه معايا. جبت هنا الاول، جبت طماطم قطعتها، وكمان فلفل اخضر، ولو حابه تحطي فلفل حامي مفيش مشكله. وجبت جبنه بيضه وقطعتها كده زي ما انتم شايفين، جبنه اللي هي البراميلي. عايزه اقول لكم بتدي العجين طعم تحفه، لان انا هحتاجها في خليه النحل لما باجي بحشيها بيها بتبقى تحفه. طبعا لو عندك اي نوع جبنه مش هيقول لا، بيبقى روعه برضه. كمان جبت الميكس الجبن كده، وقطعت شويه كده على قد استعمالنا. ومع احترامي طبعا للجبنه الموتزاريلا، بس انا عايزه اقول لكم الجبنه المشكله بتبقى طعمها احلى من الجبنه الموتزاريلا. يعني من اللي عايز الطعم، عايزه المطه بقى والقوام، هات الجبنه الموتزاريلا. وهقول لك ازاي البيتزا تطلعي الجبنه بتاعتها بتشد معاكي وما تنشفش منك، الوش بتاعها ما ينشفش منك. هنا طبعا انا عايزه اقول لكم انا جايه دوبك جهزت الحاجه، ببص لقيت العجينه خمرت وفارت معايا كده على الاخر زي ما انتم شايفين خفيفه قد ايه وتحفه قد ايه. ولميتها بايدي كده، وعلى ايدي سنه من الزيت، وابتديت ان انا المها بيها. عايزه تتعاملي بالدقيق، تفردي بالدقيق وجهزي حاجتك بالدقيق، مفيش اي مشكله. بس انا عايزه اقولك انا بحب الفرد بالزيت. بحط سنه زيت كده في الصينيه، زي ما انتم شايفين كده هي هنا بتساعدني بتفرد بالفرشه. وفردت كده زي ما انتم شايفين. فردت هنا، عملت 2 بيتزا، وعملت واحده خليه، وعملت كمان قرص صغيرة كده هتشوف شكلها دلوقتي. المهم هنا فردت سنة زيت في الصينية اهو، وجبت شوية حتة من العجينة، وابتديت ان انا افردها كده زي ما انتم شايفين في الصينية. طبعا كلكم عارفين ان انا الفترة اللي فاتت كان فرح اخويا للمرة المليون. طبعا تلاقيكوا زهقتوا مني من موضوع فرح اخويا ده. انت هتنزلنا فيديوهات الفرح امتى؟ وهتنزلنا صورتك في الفرح امتى؟ انا عايزه اقول لكم انا بقالي كام يوم كنت بره البيت اصلا. اسبوع الفرح كله قضيته عند مامتي هناك، وجيت لسه جايه من عند مامتي. وطبعا عند مامتي مفيش نت ولا في اي حاجه. بس انا عايزه اقول لكم انا مصوره حاجات كتيره جدا في الفرح، لو حابين ان انا انزلها اكتبولي وباذن الله هنزلها لكم. يعني ربنا يسهل كده وانزلها لكم. المهم فردت دي زي قرص كده، انا كنت بحاول افرغها من جوه لان هنا كانت عايزاها ميني بيتزا، فانا بصراحه ما كنتش يعني قلت 2 بيتزا كتير كفايه قوي يعني، وديت تبقى موجوده معايا. وعملت من دول يعني الخليه النحل دي اخدتها وديتها عند مامتي هناك. بتبقى تحفه يا ولاد. انا عايزه اقول لكم عجبتهم جدا. اعملي الحاجه بزياده، كوبايه دقيق وطلعي منها دوقي حبايبك. يعني انت عامله مثلا 5 كوبايات، زودي كوبايه، ايه المشكله؟ مش هتفرق معاكي ولا هتفرق في اي حاجه. بما انك كده كده بتعملي، فاعملي واعملي بزيادة وفرقي على حبايبك.
خلصت القرص كده وسبتها تخمر على جنب. طبعا ما بتاخدش اي وقت، في الوقت ده انت بتكوني شغاله والحاجه اللي تخلص الاول دخلها الفرن. يعني الحاجه اللي انت بتعمليها، يعني انا مثلا فردت البيتزا وسبتها تخمر على جنب، استنى برضو. في ناس بتحب عجينه البيتزا بتكون رفيعه خالص، انا بحبها تكون سميكه شويه، يعني ايه متوسطه بس مش سميكه قوي. انا عايزه اقول لكم انا بعملها بالطريقه دي، وقسما بالله كل اللي يدوقها من ايدي يقول لي عاملاها ازاي. يعني انا اي حد بياكلها من ايدي يقول لي انا بحب البيتزا بتاعتك وبحب طعمها. المهم هنا كده انا خلصت اهو. طبعا العجينة بيكون فيها سنة مروقة، يعني بتكون ماسكة نفسها بس بيكون مرقة شوية، بحيث ان انا وانا بعملها ده السر في الهشاشة بتاعتها. يعني اما بتعمليها خفيفة شوية كده بتكون العجينة نفسها خفيفة. المخبوزات اقصد، يعني المخبوزات نفسها بتكون خفيفة وهشة معاكي. انا عايزة اقول لك انا عملت في اليوم ده وعملتها كده زي ما انتم شايفين. طبعا تقدروا تضاعفوا الكمية زي ما انتم حابين، دي حاجة بترجع لكم، وزي ما انتم حابين مفيش اي مشكلة. هنا انا حسيت الصينيه مهويه شويه، فحطيت فابتديت ان انا اضيقها شويه واحط كمان تقريصات عجين كده. حطيت طبعا حشيتها بالجبنه اللي هي الجبنه البراميلي، وحشيتها كمان بميكس الجبن. هنا انا كنت عامله صلصه معاكم اهي، عملناها مع بعض كتير. هي بتكون عباره عن الصلصه طماطم مضروبه في الخلاط، وعلى شويه فلفل اسود، ورشه من الزعتر، ورشه من الروزماري، وكمان رشه من الملح، ورشه من السكر، وكيس كاتشب لو متوفر عندك، وبسيبها تغلي وتوطي النار عليها. هنا طبعا حطيت الوش بتاع الجبنه كده زي بتاع البيتزا زي ما انتم شايفين اهي، وحطيته فردت الحاجه عليها كده، وهاخدها ادخلها الفرن، وهجيب اللي بعدها اعملها بنفس الطريقه. ايه اللي خلاني بقى اتاخر عليكم الفتره اللي فاتت؟ طبعا زي ما قلت لكم انا بقالي فتره قاعده عند مامتي، ولسه جايه دلوقتي. ان شاء الله ربنا ما يبعدناش عن بعض تاني، غير يعني بجد ربنا ما يبعدناش عن بعض تاني. عايزه اقول لكم بحبكم جدا في الله، بحب تعليقاتكم الحلوه، بحب تشجيعاتكم ليا. اول ما امسك التليفون كده وابتدي ان انا انزل فيديو وحد فيكم يشوفه ويدخل يعلق لي، انا بحس باحساس جميل قوي. بجد ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. طبعا انا هنا بقول لكم هسيب الميكس الجبن للاخر، هدخلها الفرن كده، واخر ربع ساعه احط عليها ميكس الجبن علشان يبقى سايح ونايح كده وحلو. فانا عايزه اقول لكم انا ما بلاقيش نفسي غير معاكم، بحبكم جدا في الله. اي حد كتب لي دعوه ربنا يبارك له يا رب، زي ما هو اتمنى لي الخير. ربنا يرضيكم يا رب كلكم في حياتكم، وادعوا لي، لان بجد القناه ديت انا فاتحاها بحيث ان انا عايزه اتعرف على ناس جديده، عايزه اصاحب ناس جديده، وفي نفس الوقت عايزه ان انا يعني برضو اكيد دخل كويس ليا. فانا من يوم ما فتحتها وما فيش دخل لي اي دخل فيها، فادعوا لي كده ربنا يكرمني فيها كده، وان شاء الله شيل الفكره الوحشه اللي هو انا عايزه اقفلها واسيبها وكده. ان شاء الله الفكره دي تروح من دماغي، وباذن الله بتشجيعاتكم ودعمكم ليا. هنا جبت صفار بيضه وحطيت عليه معلقه صغيره من السمنه، وحطيت عليه رشه من الخل. عايزه اقول لكم ما اديتش اي نكهه زفاره خالص، وفردتها كده على الخليه. شايفين شكل الخليه بعد ما خمرت كانت قمر ازاي؟ بجد كانت تحفه التحف، بجد كانت جميله جدا. المهم اخدتها كده ورشيت عليها رشه من السمسم ورشه من حبه البركه زي ما انتم شايفين كده، وهاخدها ادخلها الفرن. ده طبعا بعد نص ساعه خمر، الجو حر وبتلاقي الحاجه مسافه، اما تخلصي حاجه هتلاقي اللي بعدها ايه خمرت معاكي. هنا انا كنت احتجت قطعتين في الخليه، فاخدتهم من العجينه دي. شايفين هنا برضو حطيت على الوش كده زي ما انتم شايفين، ورشيت رشة من حبة البركة، رشيت الرشة من حبة البركة. و ما تنسوش تدعوا دعوة حلوة كده بظهر الغيب. انتوا طبعا كنتوا متخيلين الفيديو اللي بعد ده هيكون حاجة حلوة كده. ان شاء الله هنزل لكم حاجات حلوة بإذن الله تفرحكم. وانا عايزة اقول لكم انا تعبانة شوية، يا ريت تدعوا لي دعوة حلوة بالشفاء العاجل، وتدعوا لي بالبركة في حياتي، وربنا يهدي لي زوجي ويهديني ليه. دي هنا طبعا البيتزا كانت اخدت حوالي ربع ساعة في الفرن، خرجتها وحطيت عليها الميكس الجبن كده. وطبعا الجبن ما بتتحطش غير وهي سايبة خالص. طبعا زي ما انتم شايفين انا خرجتها من الفريزر فكت خالص، وبعد كده حطيتها على وش الجبنة. شايفين شكلها تحفة ازاي. وهنا كانت الاطراف جه عليها
بتاع جه عليها صلصة، فالصلصة اخدت لون شوية كده. عايزة اقول لكم كانت تحفة بجد، وكان طعمها جميل جدا، وقضينا اليوم بيها. اتغدينا. يلا انت كمان قومي تشجعي، هاتلك كيلو دقيق، مش هياخد منك اي حاجة، وبقية الحاجات كلها متوفرة في البيت. هاتلك كيس خميرة من بره، ولو متوفرة عندك ايه المشكلة؟ ايه المشكله ان انت تقومي تعملي غدا حلو زي ده، وولادك هيحبوه، وعايزه اقولك ولادك كمان هيشكروكي عليه. والاطفال بيحبوا الحاجات اللي هي الحاجات الغريبه دي. فحاولي بقى كده تقومي تخلصي اللي وراكي وتتشجعي. وما تنسيش تدعي لي دعوه حلوه كده بظهر الغيب. دي هنا كانت الصينيه اهي خرجت من الفرن، وعايزه اقول لكم كان هشاشه بجد، كان تحفه يا ولاد. هنا طلعته، طبعا الحاجه سخنه جدا، انا ببتدي ان انا اطلع بقى ايه واحده بواحده كده. طلعته، شايفين شكله من جوه؟ يعني بصوا هش، يعني هش وخفيف بطريقه، رغم ان احنا عاملينه بالخميره بس ما حطيناش بيكنج باودر ولا حاجه. يعني عجينه اقتصاديه خالص وسهله خالص. كوبايه لبن متوفره في اي بيت، ربع كوبايه زيت موجوده في اي بيت، وبقيه المقادير كلها، معلقه السكر، معلقه الملح، اي حاجه من دي موجوده في كل بيت. لو انتي بقى قمتي بكره ان شاء الله وخلصتيها، طبعا مش هتحتاجي ان انتي تصرفي قد كده. مفيش كذا، قضي نفسك ومشي نفسك بالموجود. الموجود يعني الجود في الموجود زي ما بيقولوا. فانتي حاولي كده بقى تشجعي. شايفين الجبنه بتمط وتحفه ازاي؟ انا عايزه اقول لكم هي كانت جميله جدا، بس كانت سخنه جدا، وانا ما كنتش قادره امسكها من سخنيتها. وكانت خفيفه، شايفين الخفيه بتاعتها؟ احنا بنحبها بقى بالطعم الجميل ده. المهم هنا خلصتها اهوت، وحطيتها كده، سبتها على جنب. و تعالوا اما اوريكم شكل الخلية بعد ما طلعت كانت تحفة ازاي. كانت قمر بجد، كانت قمر. هنا اهي كانت طالعة معايا بنفس اللمعة دي. اللمعة دي بتيجي من صفار البيض زي ما قلت لكم، وعليه معلقة خل، وكمان دهنة سمنة او زيت معاهم، وحطيتها كده. وكمان هنا حطيت على وشها شوية من المستردة، بتدي طعم حلو قوي في وعندنا في البيت يعني بيحبوها كده. المهم حطيتها كده، شكلها كان قمر. وكمان حطيت القرص بتاعتي. تقدري تاكليها حلوة، وتقدري تاكليها حادقة، تقدري تحطيها تعمليها بالعسل، وتقدري تعمليها مالحة كده زي ما انا عاملاها. وهنا البيتزا بتاعتي اهي كانت جهزت. ايه رأيكم بقى في المنظر التحفة ده؟ عندك بقى صوصات حطيها، عندك كاتشب، مايونيز، تومية، مستردة، طحينة، اي حاجة تبقى تحفة. شايفين بجد الخفية بتاعتها حاجة زي القمر. قومي بقى تشجعي، وانا قلتلك على كل التريكات وكل التفاصيل، ما تكسليش. قومي لو انت نفسك في الاكلة دي قومي اعمليها على طول، حاجة اقتصادية كده وسهلة. وهنا واحنا بنتغدى هنونا بتقولي صوري يا ماما، صورتها لكم اهيت من فوق ومن تحت، بجد كانت تحفة. وهنا في العشاء كنت عملت برضو عصير، قضت معايا الغدا والعشاء. عملت عصير لينا كده، وعملت الهنوشة وحطيت لها في الكوباية بتاعتها. وكمان حمودي بحط له نص الرضعة او ربعها عصير، وبكمل الباقي مية، بحيث ان هو برضو يشرب من اللي احنا بنشربه وياكل من اللي احنا بناكله. حطيت كمان شوية شيبس كده، وبألف هنا وعافية. لو وصلت للجزء ده من الفيديو ما تسيبنيش بقى وتطلعي كده جري. يا ريت تسيبي تعليق حلو ليكي، ويا ريت تعرفيني انتي من انهي محافظة. الفيديو ده خرج من دمياط، يا ريت تعرفوني وصل لأي محافظة. بشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.